الخلوة، ودي لها مفعول عجيب. تعرف أصلا من يعني علماء السلوك بنوا مذهبهم، يعني كتير من علماء السلوك بنوا مذهبهم في السلوك على 4 حاجات. قلته كلها قلة الطعام، وقلة الكلام، وقلة المنام، وقلة الأنام، وهي دي اللي احنا عاوزينها. بنوا مذهبهم على هذا، انك تقلل من ال4 دول، وده هو ده طريقك بقى لربنا سبحانه وتعالى اللي احنا عاوزين نتكلم. وعلى فكره ال4 دول احنا لو ركزنا فيهم هنلاقيهم كلهم مشتتات، بس يعني احنا خلينا بس نمسك المهمه دلوقتي. قله الانام يعني قله الخلطه مع الانام، ولذلك هتلاقي الخلوه جزء اساسي في شرعنا، بدايه من تهيئه الرب سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما تنزل عليه الرساله اصلا كان ايه اللي بيحصل له؟ يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء. بيعمل ايه؟ يطلع يختلي. هو ده دفع له بايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ مش بامر شرعي، يعني ربنا هو لسه لم ياتيه وحي، فهو لم يؤمر امرا شرعيا انك اختلي وكذا، لكن ده امر قدري من ربنا. ربنا قدر عليه و تهيئه له، بعث قلبه لهذا. لان الخلوه مهمه جدا جدا في تصفيه الذهن وتصفيه النفس، وفعلا عدم التاثر بالمشتتات اللي حواليك. فالخلوه مهمه، وفيها بقى صور شرعيه تانية زي الاعتكاف، لسه قايلين والاعتكاف نوعه خلوه. فيشرع الاعتكاف مش بس في رمضان. الاعتكاف انا داخل من المغرب للعشاء قاعد في المسجد. يعني قاعد في المسجد، يعني بالله عليكم يعني ايه قاعد في المسجد؟ يعني مفيش تليفون. يعني خلينا عارف احنا لو ما طلعناش من الحلقه دي غير بدي، يعني بالذات الرجال يعني اللي بيروحوا يصلوا في المساجد، والله دي خطوه يعني كافيه الان. لو نجحنا اني انا دخلت باب المسجد التليفون في جيبي، ده حته حديده مش هطلعه، مش همد ايدي في جيبي اطلعه. ده شيء يعني هيبقى انجاز. احنا دلوقتي بقينا ايه؟ وصلنا لايه؟ السلام عليكم ورحمه الله. وايه بقى واحنا بنقلب؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا في احترام لذكر، ولا بقى في فكر في ذكر اللي احنا كنا لسه بنقوله. ما هو فكر ايه؟ ما انت مشتت.